بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام ميسوغات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. أهلا وسهلا غالياتي مشتركاتي الوفيات، يا حبيبات القلب ورفيقات الدرب. نشكر كل وحدة تدخل وتدير لي لايك، جزاكم كل خير، وبها راني نستمر ونقدم لكم الأفضل والأحسن. هذا يوم نهار جديد وفيديو جديد، راح نعطيكم يومياتي، وكاينة وصفة إن شاء الله راح نشوفوها مع بعض. وراح نعطيكم واحد الضيف صغير تقدروا تدخلوه لبيوتكم وينحي عليكم غبينة بزاف، سورتو اللي ما تحملش تمسح، يعني ما تحملش لابوسيير اللي عندها حساسية وإلى آخره. تابعوا الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا هذا الضيف. بعد ما قرصناها وخليناها تخمر، هاي طايبتنا الكسرة جات ما شاء الله، القوام تاعها اسفنجي. دوك نقسم معاكم وحده وتشوفوا القوام تاعها من الداخل، جات مثقبه ما شاء الله عليها وخفيفه هايله. شوفوا لاحظوا معايا، جات هايله. الدقيق اللي استعملته هو دقيق البركة، كلكم راكم تشكروا فيه، يعني هو دقيق مليح، يعني الكسرة حتخرج لك مليحة على حساب الدقيق اللي حتستعمليه. وهنا راح ندير الغدا. درت اليوم سلطة، يعني قليان بطاطا، وزدت معاهم الحوت. الواحد شوية كيكون عنده لازم شوية ينوع في الماكلة. وهنا جبت الحوت تاعي راح نغسله. ديجا هو نقاه، يعني نحالو الراس ونحالو هذوك الحوايج اللي لداخل. انا راح نحيلو غير الشوك كما راكم تشوفوا، ونغسلو مليح فقط، ونخليه يقطر. كل واحد كيفاه يبغي يطيبو. انا اللي طيبته لكم في الوصفات اللي فاتوا توجور نديرو في الفور، لانه الفور قليل، اللي مداير الريجيم يكون قليل الدسم، يعني صحي.
واللي بغي يقليه يقليه. كيما انا اليوم قليته، بدلت شوي. هنا راني جبت كمية من الدقيق وجبت شوية ملح وخلطت معاه التابل تاع الكمون، ندير لداخل غير رشة ملح وكمون ونمرغدو في الدقيق ونقليه. راح نكملهم كامل ونبدا نقلي فرد خطرة بيان سور. والزيت تاعي راهو يسخن. والبنات ما تنساوش اللايك، واللي ما اشتركتش تشترك ليصلها كل جديد. وجزاكم الله خير. بعد ما هنا قليت معاه البطاطا تاع هذا الموسم راهي بزاف حلوه، عليها راهي تتشلفط. وقدمتها بشويه سلطه بالزروديه طماطم وشهيتكم في الجنه. ودركا حين نشوفوا الضيف تاعنا هذا الصغير. هذا الضيف هو ميني اسبيراتور، ما شاء الله عنده نسبة او الشطف تاعو يجبد ما شاء الله. دوك تشوفوه كيفاه يجبد لنا لا بوسيير منين كانت. هادو للناس اللي ما عندهاش دراهم بزاف او ميم طون ما عندهاش، ما تقدرش صحيا تهز هذاك الماتريال تاعو كامل وتتنقل به، بوتاتر يجيها ثقيل. هذا وش فيه شارجر، فيه هذيك الشيطه اللي تجبد لا بوسيير، فيه هذاك لو تويو هذاك ثاني اللي يتحط باش ياسبيري هذاك الغبار ولا الفتات اللي عندكم. دوك نجربو معاكم. جاي كي السيشوار وشي هو ياسبيري ما شاء الله. هادو هما الحوايج اللي كاينين فيه كامل. وهذه تقدري حتى تنفخي بها ولا تجبدي بها الهواء اللي كاين لداخل. مثلا كيما تبغي تفشي هذيك اللي يديروها الاولاد في الصيف، لا بيسين، تقدري تفشيها بها. عنده بزاف استعمالات. من الاستعمالات اللي كاينه هي شطف الغبار كيما هنايا. شوفوا معايا، هاي ديجا بديت نخدم بها في ليكوا. لاحظوا معايا تشطف الشطف تاعو مليح، يجبد كل ما هو صغير. كيما ها هي كي هنا شوفوا معايا الشطف تاعو. بيان سور كي تشطفيه لازم تزيدي تعقبي الشيفون عليها. شوفوا هنايا ما شاء الله ياسبيري ما شاء الله. ها هو كي الغبار اللي لداخل اللي كان كل شطفاته. غير لضوا على هذيك النقطة التشيني او البرتقالية ويبدأ ياسبيرينا الغبار. يتشارجا مدة 2 ساعات باش تيتيليزيه وين بغيتي. تقدري في الطاكسي، تقدري ديريه في الدار، حتى تسبيري به اللي عندهم تواقي تاع الالومنيوم، هذيك لا بارتي هذيك اللي في النص. حتى كيما هنايا في لي كوان هذو تاع لي بونكات. يعني الشطف تاعو ما شاء الله. شوفوا واش خرج. دوك نعتلكم
أعزكم الله. شوف كلش، حتى من الشعر اللي يطيح لنا في الدار ياسبيريه يجبدو. هذه ما عليكم غير تنفضوها مليح وتشلوها تحت العين، تخليوها تنشف، وتزيدوا تغسلوا هذيك اللي كانت الداخل فيها. شوفوا حتى من الغبرة الصغيرة خلاص تهزها، ومن بعد تمسحوه وتردوه فاسيلمون. بيان سور ما تنساوش تشارجيوه، قلنا مدة ساعتين. هذا هو الضيف الصغير تاعنا. وهنا رايحين نديروا الوصفة تاعنا اللي هي عبارة عن الرفيس التونسي. راح نجيب كمية من الغرس، ونزيد نجيب كمية من الدقيق، نخليه فوق النار يتحمص، ونزيدو فوق الغرس تاعي. بيان سور الغرس تاعي يكون فورته اذا كان عندك في الثلاجة، واذا راهو طري وجديد تقدري تستعمليه ديريكتومون. هنا راني لحت عليه الدقيق وهو هكذاك سخون، ونزيد عليه كمية معتبرة من الزبدة، او اللي بغى يستعمل الزبدة ولا يستعمل مارغرين. كيما هنايا انا عندي وجدة المارغرين، درت المارغرين، ونحاول ندخل المكونات كامل مع بعض. دركا كي راهو سخون راني لازم نستعمل لا سباتول تاعي. هذا الكمية الأخيرة اللي رايحة نحمصها باش نزيد اللوحة فوق الخليط تاعي، وندخل لو تو كامل مع بعض. وكي نشوفوا كمية الزبدة ناقصة لازمنا نضيفو باش يتلم لنا كامل الخليط. وما ننساوش الرشة تاع الملح، ما ننساوش الرشة تاع الملح، وندخل كلش مع بعض كيما راكم تلاحظوا. وبعدها راح نديرو كويرات، ونجيب المول اللي كاين عندي واللي تبغيه، وديري فيه شويه زبده لداخل باش فاسيلمون يدي مولالي من المول. جا ما شاء الله روعه. وما ننساش المغرف تاع العسل قبل كي نبدا ندير في الزبده نزيد فيه مغرف تاع العسل باش يقعد لي طري. هذه ستوناس المغرف تاع العسل يديروها ستوناستيس باش يخلوا الاخر تاعنا الرفيس تاعنا مده طويله وهو طري. هاو جا القوام تاعو جاي شهي ما شاء الله. شهيتكم في الجنه، ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي في لي كومونتير باللي رانا جربناه وجا هايل. وهذا هو قوامه. في امان الله.